أوريكم أسهل طريقة لتقشير البصلاية. بعد ما قطعنا الحتة اللي من فوق دي، هات البصلاية اهي، نعمل لها فتحة كده من الجنب، نعمل كده، نعمل كده، مش هتاخد أقل من ثانية واحدة تتقشر معانا. بس أهم حاجة يكون عندك ضوافر عشان ما عنديش ضوافر. بمنتهى البساطة هنقطع دي كده. نعمل كده طبعا عشان ايه؟ لزوم النظافة. نمسك احنا عايزين بصلاية كده. احنا طبعا عايزين ايه؟ بصل مكعبات مش حلقات. زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. خلص البصل اوريكم في بارت 2. ورجعنا لكم من تاني. هنجيب 3 فصوص توم وهتروح مقطعينهم برضو. هوريكم طريقة فرم التوم مش من غير مفرمة. نعمل كده. فاحنا ومعانا وفرمنا التوم، هجيلكم في البارت اللي بعده. المهم يا اخواتي، غيرنا اللايت سيستم ورجعنا لكم تاني. اتضح ان انا لازم اكمل البصلاية عشان نسيتها اصلا. الله، فنان ولا مش فنان؟ أي استشارة طبخ هسيب لكم الرقم، الخط الساخن 010 17 84 40. أي استفسارات طبخ، أي استفسارات أي حاجة في الحياة متاحة، نجي لكم بعد كده. المهم يا جماعة الخير، وصلنا معاكم للبارت المهم. دي اللحمة هوريكم هنعملها ونبططها ازاي. مش عارف والله، احنا ده المطرقة بتاعتنا، المفروض بنجيب كيس بنحطه عشان ما تطرطش علينا. الجيش قال لك اتصرف. ادي كيس، هنعمل كده اهو. دي يا جماعة الخير طريقة عشان ما تبهدلناش وما نبهدلش الدنيا. تعمل كده نروح قلبنا على الناحية التانية يا جماعة الخير، نفتري نطلع غلبنا كله. المهم يا جماعة الخير، نطلع اللحمة كده اهو. المهم عشان البتاع التاني وقف، اللي هيسألني قطعية اللحمة دي اسمها ايه؟ اسمها عرق فلت. المهم يا جماعة بعد كده خلصناه، نحط اختها، نخلص اختها ونخلصهم ونرجع لكم. المهم يا جماعة الخير دي اللحمة بعد ما خلصناها كلها كده،
دي اسهل وصفة حضرتك تعمليها لجوزك، تعمليها لابنك اللي راجع من التمرين، تعمليها لحبيبك. دي اسهل وصفة حضرتك. اسمها ايه بقى الوصفة دي؟ اسمها مكرونة باللحمة. محدش يدور على اسم تاني ولا يسألني على اسم تاني. دي اسمها وصفة المكرونة باللحمة يا جماعة. ازاي وازاي برضو هوريكم. تابعوا معايا الوصفة. المهم يا جماعة رجعنا لكم. السكينة فين؟ لحظة واحدة. السكينة اهي. أهم حاجة لازم نقطع اللحمة مكعبات. اللحمة تمام. هنقطع اللحمة ايه مكعبات بالشكل ده كده. هنسن السكينة تاني. سكك. جرب يعني كده ظبطت. دي طويلة نقطعها 2 اهو بالشكل ده يا اخواتي. كده اللحمة ايه المكعبات اهو كده. الخطوة الجاية بقى يا ست الكل، هتجيبي حلة يا ست الكل، تنزلي فيها ربع كوباية زيت يا ست الكل. ثواني يا ست الكل. تبدأ ايه تشوح لحمتك الجميلة. هرجع لكم. والمهم يا ست الكل، دي شكل اللحمة بعد ما قطعناها. بقيت معايا مكعبات بالمنظر ده. محدش يقرف، انا اللي هاكل فمحدش ايه هاكل ورايا. وانا بغسل ايدي اول باول يا اخواتي. بقيت بالمنظر ده يا ست الكل. هنجيب حلة نحط فيها ربع كوباية زيت وهننزل باللحمة تتشوح ونرجع لكم. المهم يا جماعة الخير انا صغرت الحلة وحطيناهم ونقلناهم في حلة أكبر وتابعونا. وهنا يا جماعة الخير اللحمة بتاعتنا كانت استوت. هننزل بالمكرونة وهننزل عليها بكوبايتين مية مغلية ونرجع لكم. وانا يا جماعة الخير حبيت انوع في المكرونة فحطيت نوعين مكرونة وهننزل بكوبايتين المية المغلية لغاية ما نغطي المكرونة. نسيبها لغاية ما المية تستوي، المكرونة تستوي على نار هادية ونرجع لكم. ونسيت اقول لكم يا اخواتي نزلنا بمكعبين زبدة وبس كده، ما نزلناش بحاجة تانية. وبكده يا جماعة تكون استوت معانا المكرونة. وده الصوص بتاعها خطيرة يا جماعة، خطيرة جدا جدا جدا. وبكده يا جماعة الخير هتكون استوت معانا المكرونة. وده شكلها اهو. دي اللحمة هندوق. كان معاكم الشيف مصطفى سمارة، ودي وصفتنا بتاعت النهاردة. في قلبك